موعد تجربة كيكة ام خالد. دول بالسولتد كارمل، واحدة بالسولتد كارمل بالكريم، واحدة بالسولتد كارمل بالشوكليت. فيلا بينا نجربهم سوا. هنبدأ بالكريم. دي تمنها يا جماعة 10 جنيه. طبعا شكل الهوهوز بتاعنا العادي خالص. اوكي، نقول من هنا. اوه بصوا، هي محشية هنا كراميل من جوه، والكريم العادية بتاعت هوهوز. ندوق، نقول بسم الله. هي كيكة هوهوز عادية خالص. الكراميل مش موجود كتير، يعني الكريم هي الاكتر من الكراميل. كراميل شبه التوفي، يعني مفهوش نسبة السولت الكراميل. لا، السولت مش باين خالص، او سنة او ذرة الملح اللي بتبقى موجودة دي في السولت الكراميل مش موجودة خالص. والكريمة هي اللي طاغية اكتر. التوفي موجود قليل قوي. بالنسبة لي نكهة السولت كارمل مع الكريم، بالنسبة لي كيكة هوهوز العادية خالص، يعني مفيش اختلاف نهائي. على كارمل بالشوكليت، يا ترى هتبقى احسن ولا هتبقى مفيش اختلاف خالص؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. بسم الله. اهي شكلها اهي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم الكراميل مش موجود اساسا. هو موجود، يعني ايه، علميا هو موجود، عمليا طعمه ضعيف خالص. يعني كريمه موجود اكتر وطعمه باين اكتر. يعني هنا مفيش كراميل خالص. اللي بالشوكليت لا، هي كريمه الشوكليت والهوهوز العاديه، فالكراميل مش موجوده خالص. لا، الشوكليت اسوأ من الكريم. لا يعني الكريم فيها كراميل باين، بصوا. فلا لا لا، مفيش اختلاف خالص. نتيجه التجربه دي يا جماعه، ما تكلفوش نفسكم وما تجربوهمش. مفيش اختلاف خالص. يعني دول مش نكهات جديده او فليفرز جديده او ميكسات جديده زي ما هم كاتبين. لا والله، خالص خالص خالص. هم عباره عن كيكه هوز عاديه. تجربتنا لكيكه ام خالد يعني تجربه لطيفه. ادينا بقالي كتير ما اكلتش كيكه هوز، وانا اصلا بحبها جدا. ان الله انتظرونا في تجربه جديده من تجارب الكشك مع روني المصري. يلا باي باي.